هل حدث أن تمنيت لو أنك سكت بدل أن ترد؟ أنك تراجعت عن كلامك بعد لحظات من خروجه؟ أجل، كلنا مررنا بهذا. لكن هل فكرت أن الصمت مش ضعف بل قوة؟ خالد شاب مثلنا تماما، يحب التحدث، يكره الإهانة، ويظن أن الدفاع عن النفس يعني الكلام والرد الفوري. لكن في يوم من الأيام تغير شيء بداخله. زميله يقول له بسخرية: واضح إنك مش فاهم المشروع، خلي غيرك يتكلم. الجميع ينظرون لخالد، وهنا المفاجأة: خالد لا يرد، بس يبتسم ويكتب ملاحظات. زميله يتوتر ويحاول شرح نفسه. الصمت أربكه، الصمت كان الرد الأقوى. الصمت مش بس عدم الكلام، الصمت ذكاء. أحيانا الصمت يعني أنك قررت: أنا مش داخل حرب كلام، أنا حافظ على كرامتي. تعال نتكلم بصراحة.